أمسياتنا. حياكم الله من جديد، وأهلا وسهلا بكم، وأهلا بكل من انضم لمتابعة برنامج أمسياتنا عبر أثير إذاعة الكويت، وفي بث مباشر على مدى ساعة كاملة حتى الساعة 11 مساء. حياكم الله. والآن نذهب إلى الإبداع اللي وعدناكم فيه بأن نكون على قدر هذه المسؤولية بتقديم ضيفنا الفخم جدا، والذي يمتلك الكثير والكثير من أسرار الساحة ومن إبداع الشعر ومن شعراء. شاعر بدأ منذ زمن يكتب الشعر ويكتب القصيدة، شارك بالكثير من المنابر، إن كانت لقاءات تلفزيونية أو إذاعية أو أمسيات شعرية، وكان له صولات وجولات في عالم الشعر والشعراء. شاعر أهمل نفسه كثيرا من أجل أن يظهر الشعر بشكل جيد من خلال دعمه للشعراء وتوجيههم استشارة، ويعتبر مستشار شعري فذ يلجأ له كل شخص يريد أن يتحدى في قصائده. لذلك نجد غلمة دائما يحاول أو غلمة يسعى لتصحيح مسار الساحة بكل تفاصيله. عندما يوجد هناك خطأ يزعجه أخطاء الساحة الشعبية، لأنه يحب الشعر بشكل كبير، تزعجه كل تفاصيل ساحتنا. إن كانت مفرحة فتجد أول من يبتسم لذلك الفرح ولذلك الوجود، وعندما يجد أخطاء ينزعج جدا ويحاول تصحيحها بشتى الطرق. شاعر مبدع، لا نتحدث عنه أنه شاعر لأنه أكبر من الكلام ويفوق الكلام لما يقدم من شعر. جاءنا من المملكة العربية السعودية من دار أخوان نورة. يا مرحبا ومسهلا في الشاعر الرائع والجميل محسن القاطي. حياك الله يا حبيبي. الله يبقيك وطول عمرك أبو محسن، وشكرا على المقدمة الجميلة، والله لا يهينك يا حبيبنا أبو نواف. ما يعتاز مقدمات، لو بغينا نتكلم يمكن خلصنا البرنامج كله مقدمات عما تقدمه عن تجربتك الثرية بكل إبداعاتها وطرحها. ولعلنا نبتدي وندخل على هذا السؤال. محسن القاطي، الساحة الشعرية تعايش معها ومع أزمنتها، حتى لا نكبرك، لكن كانت أيام الورقية كان محسن موجود ويشاهد المنظر، وكان يقرأ لما قبلها من الثمانينات الشعراء وغيرهم والتسعينات، وتواجد بشكل جيد حتى جاءت الساحة واختلفت في عالم السوشيال ميديا. فكيف يرى محسن القاطي هذه التحولات لساحة الشعر؟ شوف، فيه الإعلام المقيد له حسناته وللسيئات. الإعلام المقيد اللي هو مثلا الورقيات أو المجلات أو الإعلام المرئي، لحسناته أنه يكون مقيد، ما كل واحد يطلع فيه. وللسيئات أنه هذه الصعوبة بعد ممكن الناس اللي عندهم إبداع لا يستطيعون أن يطلعون ويطلون على متابعينهم من خلال هالمنصات الإعلامية. لكن أنا دائما مع الإعلام المقيد، لأن الإعلام الحر طلع شعراء وطلع إعلاميين، هم ليسوا بشعراء وليسوا إعلاميين. الإعلام الحر تقصد السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا، حلو. نعم هو إعلام حر لأنه يمتلك صاحبه، ما في إدارة لا معد ولا شيء. نعم. أنت اللي تمتلك حسابك وتديره، وتستطيع أن تمنح نفسك ما تشاء من الألقاب. ممكن تحط لك سيفي وكأنك متقدم على وظيفة، شاعر وناقد وإعلامي، وأنت لا كل شيء. تكثر المسميات. وشاركت في أمسيات وحطيت وجبت ووديت، حتى يمكن لو كانت أمسيات غير رسمية، لو تقرأ السيف يمكن ما تلقى ولا مناسبة رسمية. صحيح. أو برنامج رسمي استدعى هذا الشاعر. صحيح. فأنت كأنك تطالب في التدقيق على الشاعر عندما يطرح سيفي، كأنك تقول للآخرين اقروا سيفي بتمعن حتى تعرفون إنه هل هو شاعر معترف به في ساحة الشعر أو شاعر مجمع الألغاب وحاطها قدام. أنا بشكل عام ضد السيفيات وضد الألقاب، لأنها ما تضيف شيء. إذا أنت شاعر نتاجك يجعل الآخرين يطلقون عليك اسم شاعر، ما تحتاج. والشعراء اللي معترف فيهم لو تشوفهم في السوشيال ميديا مستحيل تلقى لك واحد كاتب في نبذة تعريفية الشاعر. أنت ما تعترف في شاعر الكون وشاعر الكون ما نمع المسميات هذه، أنا ما تضيف شيء. أنا أشوف أنها ما تضيف شيء. ولا شاعر الوطن لا، شاعر الوطن ممكن حالة خاصة. شلون ممكن إنه هاللقب منح
هي حالها يعني اللي مطروح اللي يعني الحالة الخاصة تصلح على الآخرين يعني. لا بس انه شاعر الوطن هذا يمكن تكون من ضمن الحالات اللي خاصة شوي، يعني ما اقدر اقول لك شيء لانه هذا اللقب اعطي من ولاة الامر. يعني انت عندك مزاجية يعني في تصنيف الآخرين؟ لا مش مزاجية، لكن انت الان لما مثلا اللقب يجيك من الدولة زي اللي انت تلقب نفسك او يلقب نفسك الجمهور، تختلف ترى. الدولة تقول شاعر، ما عمر الدولة ما قالت هذا شاعر وطني. لا في تقديم، روح شوف سليمان العيسى أمام الملوك، والآن قصيدة مع شاعر الوطن. احنا ما نتكلم عن شخص عندنا احنا بالكويت وفي كل مكان، في الإمارات في كل مكان يقول أنا شاعر، أحد يقول أنا شاعر يعني الملوك، أحد يقول أنا شاعر الأمراء، يعني كل واحد يعطي نفسه مسمى. لا بس إنه شاعر الوطن خلف هذال، هذا حالة استثنائية يعني ما لا غبار عليها. أجل يجب أن تسمح للآخرين لأن يعني كل واحد يلقبونه، مجلة رسمية تلقب شاعر بهذا الاسم، قناة تلقب الشاعر بهذا الاسم، جمهور لا يلقب. بس النتاج اللي أنت سويته أنت الآن لما تقول أنا شاعر الوطن، طبعا خلف من هذال ما أخذ هذا اللقب هو اللي أخذه أو إنه منح نفسه، شاعر مثل الوطن في كل مناسبات الوطن. طيب. الأفراح والأتراح. زين قبلت أن نقول لك الناقد محسن المقاطي؟ لا عمري ما. الحين احنا قدمناك لا ما أقدر. والبوست ونشرته احنا الناقد محسن. بعلمك مستحيل إن أي واحد يقول لا تقولوا لي كذا، لكن أنا مستحيل إني. أنت ما تعترف بالمسميات؟ لا ما أعترف ولا عمري أنا يعني منحت نفسي أو إني قدمت نفسي بهذا الشيء، بالعكس أنا أكثر الناس أقول لا تمنحوني الألقاب لأن اسم محسن المقاطي يكفي. قناعتك ونحترمها يا محسن. شو نسمع من جديد؟ تداحم المزن من ثقل السحاب وطاح حملول، من صدري اللي بياض الطرس يعرف وش نواته، يستبشر الغيث فآخر ما بقى من نبض مقتول، كأنه يسلم على الحيين وتعم بركاته. يا غايب كل ما فكر بقربك صمت مذهول، يطري على البال فقر الذيب ولا يا غناته، غنالك الشعر والشعار ما تدري عن يلول، فيها المشاعر تضم الشوق من 4 جهاته، توهج الجمر من مبسمك لين أسفر عن اللول، تفهق الليل عن غرتك وأطفالك عباته، جيت وعذابك غرام وجيت وغرامك عذاب للسهر ملفى ومرسول، يا فرحة العاشق اللي معك ما يحتاج ذاته، بداية الشوق خيل وليل، يا أبو ثغر معسول، يمك الناس والدنيا على رهن أمنياته، فتحت لك باب من يم الغرام وباب مقفول، ورجعت قلبي على أول سالفة من ذكرياته، روح قد ما يشتهيك الغيم ولا روح قد ما يشتهيك، روح قد مالي مصير في كنف ضحكتك مجهول، وتغانم الوقت قبل الحب يعلن لك فواته، ما قد مكلا بقايا ذكريات وقلب مدهول في واحد لو تعلق فيك وش يضمن حياته. يا سلام يا سلام، جميل جدا هذا النزل الشعري. محسن لو تكلمنا يعني دام يعني جينا وسمعنا الشعر وسمعنا هذه يعني الرائعة منك ولا هي غريبة يعني على إبداعاتك، كم يعني شاعر تقرأ قصيدته وتشوف أنه هناك أخطاء شاسعة وشاعر كبير؟ نتكلم عن الشعراء اللي حققوا النجاحات يعني مع الشباب معذورين يعني بداية المشوار أكيد أنه في عثرات حتى تصح على المسار، ولكن شاعر يمتلك خبرة ويطرح قصيدة تجد فيها أخطاء، إن كانت في القافية، إن كان في يعني في البحر، خروج من بحر لبحر بسيط، كلمات غير يعني يروح البحر يقول لك لا أنا يعني مثلا أبى أروح أزحف وهو كان يمشي. طيب المشكلة وين؟ طبعا قبل ما في حرية نقد أو منصة نقد تستطيع أن تنتقد من خلالها الشاعر. حلو. الشاعر ينزل قصيدته يا في مجلة ولا في قناة تلفزيونية، أنا انتقدتها بيني وبين نفسي وانتهى الموضوع. لكن الآن مع السوشيال ميديا أنا أكتب والثاني يكتب والثالث يكتب والرابع يكتب، فصارت هالأمور طاغية على السطح، صارت الناس تدقق، صار الجمهور يعني عنده وعي. أخطاء فادحة للأمانة عند شعراء كبار، لا أعلم هل أخذتهم العزة بالإثم ولا أنه هذا مستواهم وهذه تجربتهم. هو يشوف انها مدهشه يعني شكلها مدهش، حتى مو يقول انا ماني رايح ادرس طلبه، انا رايح اسمع ناس، فشكله جميل.
ما فيها خطأ. هل الخطأ يفقدها يعني نصها يفقدها جمالها؟ شوف، يعني ممكن بعض الأخطاء تنغفر، اللي هي مثلا أخطاء في المعنى. مثل تقدر تعطيني بيت مثلا شو يقول وليش يعني هذا خطأ يعتبر حتى لو كان يعني؟ لا يعني مثلا ما أقدر والله أعطيك بيت. ليش؟ لأن الناس تتعامل مع الشعر بعاطفة. يعني لما تنتقد لك بيت الشاعر معروف، أنت متحامل عليه، أنت مدري إيش، أنت مدري إيش، فيتعاملون مع الموضوع بعاطفة. خلني بعطيك مثلا أسوأ أبيات طغت في المرحلة الأخيرة هي 3 أبيات، 2 في الوالد و1 في الكرامة. ممكن مثل عاد معروف، إذا معروف مثل البيت اللي يقول يا مرحبا باللي لا غاب عنا، ضاعت مراجلنا وحنا رياجيل. من أسوأ الأبيات. ليش؟ سيء. يعني الناس تداول بشكل، الناس تداول، لا تفقه. الناس ما أخذتها العاطفة. إيش؟ لأنه هذا الشيء أنت أمام أبوك. طيب فسر لي محسن عشان نعرف أن هذا خطأ. أيوة. طيب يا مرحبا باللي لا غاب عنا، أوكي حلو. ضاعت مراجلنا، يعني أنت أبوك إذا راح ما عاد عندك مراجل، وليكن أنه توفى، طيب ما عاد عندك مراجل. مثل يقول يضيع رأينا يا أخي، في راجل راي حكم أبوي يعني عنده الرأي، وإذا هو موجود ما عنده الرأي. لا هذا ممكن الرأي، ممكن الأمور الحكمة هذه تختلف، لكن المراجل أنه أنا أعتبر رجال مع الرجل إذا كان أبوي موجود. أبوي مش موجود، أنا ما عاد عندي مراجل، خلاص. ممكن تكريما لأبوه. لا ما فيه. شوف دائما الإنسان يحب تستطيع أن تمدح أبوك وأنت على كرسي الكرم. بس هو مثلا في تقدير أبوك مرات تقول أنت يقول أنا بدونك ولا شيء مثلا. لا واجد قالوها شعر. لا شوف، خطأ. اللي الآن أنت تستطيع أن تمدح أبوك ولا تنقص من قدرك مثقال ذرة. أنت يعني عندك هالقناعة يعني وازن المدح، لا تصغر من نفسك. دائما الفخر لازم تجي من القمة. الفخر إذا أنت نزلت من مقدار نفسك، في شيء عند الشاعر اسمه أنفة الشاعر، كبرياء الشاعر. جميل. هذه مش موجودة ترى عند كل الشعراء. هذه متعلقة بالشخصية. في ناس تقبل عليها الإهانة ترى. ممكن في المدح لما يمدح للشخصية اعتبارية ممكن يهين نفسه لأجل الوصول لهذه الشخصية. هذا ممكن متعلقة بشخصية الأشخاص، لكن دائما الشعر حط لنفسك مكان. ليش محسن؟ ليش دائما البيتين بعدين برد عليك، والبيتين اللي تقول لي لا هذا كمثال. البيتين الثانية خلاص يعني ضربنا مثل واحد. أنا يعني أنا أخذت مثل رغم أن تقول إنك خطأ، أنا معجب في البيت جدا. شوف أنا أخذت هذا مثل لأنه شاعره مش معروف، ما حد يعرفه، صغير سن ممكن، لكن الأبيات الثانية الشعراء معروفين وكلها تدور حول الموضوع ذا، ومن أسوأ الأبيات اللي مرت. يمكن يكون رأي، هذا رأيك لا مش قابل للصواب ولا لا مش هذا مش رأي. أنت قابل للخطأ والصواب. البيت له دلالات وله مفاتيح وله معنى، يعني بعيدا عن الشعر. لما مرة على الشعراء ينزلونه، كبار الشعراء ينزلون البيت هذا. شوف كبار الشعراء يقولونه مثلا ما عندهم سالفة. يعني أدافع عن الرجال دمغاي، ما عندهم سالفة. يعني أنت تشوف أنهم مو فاهمين، ما عندهم سالفة ولا مش فاهمين أبدا. يمكن أنت ما تقبل هذه الجزئية بالشكل الشعري بعيدا عن الشعر. يمكن أنت كشخص ما تقبل إنه يكون إن الإنسان يستنقص من نفسه حتى لو في مدح غيره، هذه مفهوم. رغم أن الآخرين يعني يقول لك لا أنا مباحة عندي، لكن أنت أحب محسن يا أخي، مو مشكلة، أقول عذر أنك أطيب مني يعني، وإنك إن غبت غاب الطيب يعني. هل أنا لا غير. شوف الآن بعيدا عن الشعر، أنت الآن لما تجي وتقول عندك استثناءات محسن. لما تجي الآن بعيدا عن الشعر تقول أنا والله يا فلان من الناس إذا راح أبوي ما عاد عندي مراجل، ضايع. ما قال ما عندي، ضاعت خلاص. يعني في شخص، شوف في شخص يدل على الطريق الزين. لا ضاعت خلاص، يعني ما عاد في. الآن الشيء الضايع، أنت تملك شيء ضايع. لما أقول لك وين نظارتك تقول والله ضاعت، يعني مش موجودة عندك، صفر. الضياع هو صفر، ما في شيء. طيب يعني تكلمنا في هذا الجانب. هل للشعراء التفعيل اللي دخلوا شعر التفعيل أو التحديث أو تجديد الشعر، هل يعني كان لهم دور في يعني انتشار الأخطاء، لأنهم حاولوا يجيبون صور ويقلبون الصورة شوف، شعر التفعيل هو كلام منمق. حلو.
يعتمد على الثقافة ويعتمد على البلاغة والسجع. حلو. الناس اللي يكتبونه رفعوا من مستواه عند الجمهور حتى يعتقد الجمهور أنه هذا الشيء صعب ولا يستطيع أحد كتابته. بينما أني أنا أقدر أرتجل لك الآن تفعيله. يزعل فايز زعل. والله عاد يزعل ما نقدر على زعل. يعني أقدر أرتجل لك تفعيله. لا بس عندك إياهم دائما موجود. وقالوا إنه فيه وزن، لازم يكون فيه وزن. لا مش وزن، ياخذ له تفعيله من بحر، والبيت الثاني تفعيله من بحر، والثالث تفعيله من بحر ثاني. يعتمد على السجع، يعتمد على البلاغة، يعتمد على الكلام الجميل اللي أنت تستطيع تعبر فيه داخل هالقالب. ممكن لو بجيب القافية منضبطة ما تستطيع تجيب الكلام هذا داخل القالب المنضبط. يعني أنت قصدك أن الحرة على الجرس الموسيقي. الجرس موسيقي، نعم جرس موسيقي. وأمس أثنيت على فهد عافت بأنه شاعر يعني خطير. نعم، ما هو في التفعيل، أنا أتكلم على حداثي كشاعر حديث مجدد. لا التفعيل غير والحداثة. لا خلي التفعيل، نتكلم عن الشعراء الحداثة. فهد عافت نعم يكتب صور جميلة عنده. مسر الدوسري مسفر مش متابع لتجربته، ما أعتقد أنه في القصيدة العمودي أنه بيدهشني، ممكن هو عرف عنها التفعيل أكثر. الله يقومه بالسلامة. اللهم آمين. اللهم. من يعجبك من شعراء التفعيله؟ ما أبدا ما أحبها كلش. كلها. ولا تحب شعراء ولا؟ لا شعراء أحبهم والله، بس هي ما أحبها. أنت بتورط. جميل والله. بس يعني أنا أشوف، أنا يعجبني في رأيك اللي خلال بداية حلقتنا إن عندك استثناءات، حتى لا تعمم على الآخرين. دائما تقول أنا لما أقول رأي هذا، لا مو كله، مو لازم رأي واحد. عندي استثناءات في هذا الموضوع أنا أقدر أتحدث عنها. قد أعجب بشاعر، قد لا تعجبني تجربته، ولكن أحترم كتاباته. ما تعجبني يعني الطريق اللي هو ماشي فيه، ولكن كتاباته في هذا الطريق جميلة جدا، ممكن أصورها وغيرها. محسن مقاطي الإعلامي والناقد، هناك شخصين يعني مسمياتهم دارجة كثير في ساحة الشعر. يعني خلي الشعراء ما شاء الله واجد كل الشعراء، لكن تكلم إضافة إلى الشاعر. هناك مسميات، الناقد والإعلامي دائما يسبق اسم. فأتمنى أنك يعني تقول لي شنو نظرتك في هذا الموضوع، لأن أنت لك آراء في هذه الموضوع. شوف، بالنسبة للناقد نتكلم عن القصيدة الشعبية. حتى تكون ناقد لابد يكون عندك تجربة شعرية ثرية. جميل. لا تقل عن 25 سنة وانت تكتب الشعر حتى تنقد. 25 سنة تكتب الشعر، ومش أي شعر. يعني بين نتائجك وبين وعيك في قصيدتك. هنا أقدر أقول أنك ناقد، لكن إذا أنت شاعر فقط لا تستطيع أن تكون ناقد مكتمل. لابد أنك تكون فاهم في البلاغة، فاهم في أصل اللغة، لأنه دائما الكلمات في القصيدة الشعبية ترجع إلى أصلها. لابد تكون فاهم في اللهجات. جميل. فاهم باللهجات. نعم. فاهم في المواضيع، عارف عندك يعني قدرة على قراءات جيدة للمواضيع والقصائد، تعرف وين مكان الجمالية في الشعر وتعرف وين مكان الخطأ. محسن يعني هذا يجرني الموضوع. الإعلامي كلمني عن الإعلامي عشان برجع. شوف، الإعلامي عندنا إشكالية كبيرة الآن. كل من يمتلك منصة في السوشيال ميديا يمنح نفسه لقب إعلامي. يا أخي الإعلام ثقافة، أدب، أسلوب، حتى شكل. في الإعلامي دائما اللي يطلع حتى أمام الشاشات لابد يكون عنده كاريزما مع يعني مقبول. في ناس ما يمتلك الكاريزما، لا ثقافة ولا أدب ولا أسلوب. الأمر الآخر حتى تكون إعلامي لابد أنك أنت تتواجد من خلال منصات الإعلام الرسمية، سواء من خلال المطبوعات الورقية كالجرائد أو المجلات، أو أنك تتواجد من خلال منصات الإعلام المرئي والمسموع. هنا أقدر أقول لك إعلامي يعني المعترف فيه. أما صاحب سناب، صاحب مساحة، صاحب منتدى، مدري إيش، تسمي نفسك إعلامي، خطأ. أنت تعرف شنو الإعلامي؟ منو الإعلامي؟ أنا قلت لك أن الإعلام أدب. من يمارس مهنة الإعلام أو مجال الإعلامي، أو يعني يكون عنده ينقل الخبر أو يكون له، هو إعلامي. يعني إيش بيسمي نفسه؟ يسمي نفسه يعني ما له اسم إلا إعلامي. إن كان محترم ويمارس دوره بشكل جيد فهو إعلامي ويستحق أن نصفق له ونقول له شكرا لك أنت إعلامي. مو لازم أنا شوف كان لي رأي في هذا الموضوع مثل رأيك يعني،
ولكن بعد فترة لقيت إنه يا أخي كل شخص اليوم تغير شكل الإعلام، يعني مو كل الإعلام تلفزيون وإذاعة وغيره، الإعلام منتشر ما شاء الله ومعترف فيه في كل مكان. المنصات اللي موجودة في التويتر أو في إكس خلينا نتكلم، وفي سناب شات، وفي انستغرام، يعني منصات معترف فيها وتأخذ من الأخبار. أي تصريح يطلع فيها يؤثر. إذا كان تصريح من محسن المقاطي خلاص يعترف لأنه من محسن المقاطي، ما يقولك لا أنت هذا أنا ما قلته، لكن فيعتبرون إعلاميين يعني اللي يؤدي أمانته وعمله. أنت عندك دخلاء على الإعلام اللي مو عارفين شو الإعلام، يمسك يعني يفتح منصة ولكن ما عارف شو يطرح فيها. صحيح. هذا اللي نتكلم عنه. أو هذه إذا كنت تخالفني في الرأي فرأيك لا بالعكس، لا ما خالفك، إنه الإعلام إلمام، يعني لابد يكون إنه أنت. طيب محسن قاطي، عندي والله موضوع طويل لكن ودي انك اسمع منك قصيده عشان اقدر احل الموضوع هذا. بيصير بيننا عاد يعني بيصير ويانا طويل. طيب سم. طرف الليل يا جرح الا والوقت شافه، ما بقى في وجه الناس صبر تحلي، سولفوا لي عن الحرمان كيف ارتشافه، خيروني من الاصحاب واختار ظلي، من يلوم الحزين اللي بكى من هقافه، كل ما راح نص الليل جاكم تجلي، قبل يرسم على وجه الحنين اعترافه، بعد ما حايل الدمع على عين هلي، جاءني في ضفاف اللي ملكني ضفافه، لا دنت ساعة الفرقة من الليل هلي، تسرق البوح من صدر بعيد منافه، لين تلقى المكان اللي يليق محلي، أعشق الورد يهل الورد رغم اختلافه، كثر ما ترجم إحساسه على صوت خلي، وانت يلي على بالي محانك تطافه، مالت الريح بأغصانه وصار متعلي، فيك شيء أحب لو كنت أخافه، حتى أنا فيك لو بموت ما موت كلي، جيت محتاج للحب العظيم بعفافه، كثر محتاج من وقتي الدمعة مصلي، ورحت مثل الشعور اللي صعب اكتشافه، باقي إلا على حد السما ربع ملي. الله الله الله، جميل جميل هذا النص وهذا الحضور محسن قاطي وهذا الجمال يعني. ولكن ألمس في هذه القصيدة يعني شيء من الحداثة فيها، يعني فيها مسميات، اختطاف الورد والورد شوف وتحديث والربع ملي، يعني هذه أشياء شوي يدخلونها الحداثة بالقصيدة. صحيح. الشعر أصلا هو تركيب، ترى يا سلام عليك. الشعر تركيب. يعني بيك تقول لي هالشكل صار لي ساعة يا أخي عشان يا محسن يعني قلت لك أنا بيكون بيننا موضوع، ولكن بعد هذا القصيدة تكلمنا عن الناقد والإعلام بشكل يعني بديت وجه النظر. المسابقات الشعرية اليوم فيها لجنة تحكيم. صحيح. في المسابقة خلنا نترك الشعر شوي. هل أصنف يعني يطلعون عضو لجنة تحكيم، هل يعني أصنفهم نقاد، يعني أقدر أقول لهم إنهم هم نقاد ولا هم لجنة بس دائقة يختارون حسب الدائقة، مع أن نشوف فيها نقد مباشر؟ خلني طبعا أترك 1% حتى يعتقد أن كل واحد يقول أنا المعني في ذلك. حول الله يلا 1% ممكن يكون ناقد، لكن البقية هما لجان تحكيم يعتمدون على ذائقتهم فقط. طيب قال يحكمون على الشعر والشعرات سابق على الوقوف أمامهم، يعني شلون يعني بدون أدنى شيء؟ الذائقة وأنا أخوك جزء لا يتجزأ من النقد. حلو. بعطيك شيء مهم، ترى سهل جدا أنك تنتقد القصيدة تبين الخطأ فيها، لكن صعب جدا أنك تبين الجماليات. هذه هو الناقد الحقيقي اللي يبين الجماليات، يقول أنت عندك صورة كذا، أنت عندك صورة كذا، أنت بس والله أنا قاعد أشوف يعني مسابقات شعرية يذكرون أن أقول البيت هذا يا سلام، هذا بيت أعجبني، هذا أعجبني، هذا أعجبني غير لما تسمر ثغور النص بيني وبينك ترى يعني المسابقات الشعرية يعني خلني أقول نضبت، أخذت اللي في الساحة، أخذت الشعراء اللي فرغت الشعر بمحتوى، أي أخذت اللي لهم تجارب، ما عاد بقي أحد. ترى الآن المسابقات الآن أنا أعتقد أن المسابقة خلينا نقول نسمي المسميات بأسماء، أعتقد أن شاعر المليون أنا أتوقع أنه هذا آخر موسم خلاص ما عاد بقي أحد، بعد سنتين من وين بيجيبون 48؟ محسن أبو نواف أنا كنت موجود بأبو ظبي. إيه؟ العدد الموجود
يعني حتى اللي ما سجلوا خذوا 512 ويبون منهم 48. تخيل اللي جو كثرهم يبون عطهم يومين تمديد. أدري. يعني هذا الشعر ما يوقف. أدري لا يوقف. أنا شوف كان انتهى من أول. الشعر دائم منتج، كل سنة يطلع لكم شعراء. في الموسم هذا بالذات ممكن مر علي عشرات القصائد للشعراء يريدون أن يشاركون في هذا البرنامج. والله بعضها إني أستحي، ما ودي أصدم شاعرها. يعني عنده طموح إنه راح يكون ضمن القائمة، فممكن يكون ضمن القائمة. أتذكر لي واحد أخذ في مرحلة من المراحل الدراسة الأول. حلو. تدري كم طلع تقديره؟ جيد. قلت شلون أنت الأول وتقديرك جيد؟ قال كل اللي معي ضعيف. فممكن يكون كل الشعراء ضعاف. لا ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون جيد. بس يعني محسن هو يعني باب لتقديم شعراء لساحة الشعر. احنا نحب الشعر ونحب ان دائم ساحتنا تقدم لنا شعراء مبدعين. يعني خذنا حقنا، خالد، محسن، فايز، غيره خذوا حقهم من الشعر، وخذوا يعني جيلهم وصارعوا كنا نطمح، طموحاتنا ما تقبل اي واحد ينتقدنا. ولكن اليوم في جيل جديد ربما ما يشوفنا شيء، ما يشوف الموجودين قبل شيء، يقول أنا أفضل منهم بمراحل. صحيح. أنا أتكلم عن هذا الجيل، وهذه البرامج تعود بالنفع على الشاعر المادي والإعلامي. حتى وإن كان الإعلامي اليوم يعني تقول لي إنه تراجع، لكن قد يحدث الله شيء ويكون يعني يرجع الوهجة من جديد. الناس ما تدري وين تروح. لا بس الاستنزاف هذا الكثير للمسابقات خلاص. ليش؟ الشعر ترى في شيء في الشعر يحتاج التجربة. أنت أحيانا ممكن تكون شاعر مبدع، عندك موهبة، لكن ما عندك تجربة. ممكن تخطي في معنى، ممكن تخطي في أشياء، ممكن يكون عندك تكرارات. ممكن هذه متى تتعلمها؟ لما يكون عندك تجربة سنوات. يعني التجربة السنوات تبدأ من عندك من عمر الكتابة. بعد 10 سنوات أقدر أقول أن هذا شاعر عنده تجربة. لكن الآن ممكن تكون مبدع عند تجربتك 2 لكن لما أقرأها قصيدتك ألقى فيها أخطاء. طيب أنا أشوف أن الشعراء اللي يتقدمون، يعني خلني هذا أوجه لك سؤال للمسابقات، إني راجع قصيدته ويستشير الناس خوفا من مواجهة اللجنة قبل. بس ما يطيحون في استشارات صح. يعني والله ما يعني للأمانة لو يستشير صح ما وقع هذا الخطأ. يستشير ناس نفس مستواه، نفس محيطه. ما طلع شاعر مليون سنوات ما شاء الله اليوم من الموسم 11. برنامج الراية اللي نحييه يعني من خلال المملكة العربية السعودية الموسم الثاني، وكل يعني اللجان في شاعر راية وفي شاعر مليون يوم يكون خبرة كبيرة في الشعر. لا شوف أنا بفجرها اليوم بس بستخدم الذكاء، بس لا يكون اصطناعي يعني. لا مش اصطناعي، ذكاء حقيقي. الآن لو رجعنا إلى عمر شاعر مليون من الموسم الأول للأخير، ممكن أقدر أقول 1 ولا 2 اللي أخذوا البيرق يستحقون، الباقين شعراء أقل من عادي. هذا رأيك صح، يعني نحترم رأيك. أقل من عادي. أنا بخلي 1 ولا 2 حتى يعتقد كل واحد يقول ممكن أكون أنا هذا. أكيد ما في شيء يعني ما يكون في 1 2 3 ممكن، لكن البقية يعني 10 مواسم يعني أقدر أقول 2 و8 كلهم مقتنع، وإن كان في الموسم شعراء كانوا يستحقون لكن أفضل منهم بكثير، أفضل من اللي خذوه. نعم أفضل. طيب ممتاز. محسن هذا يجرني لسؤال آخر، يعني يتكلم إذا كان هناك أفضل وما أخذ البيرق، فهناك في الساحة أفضل ولا قدر ينتشر مثل محسن، ما قدر يأخذ حق الكافي على قمة الشعر نتكلم، ولا هو معروف كاسم لكن على قمة الشعر يكون شاعر قد يكون سطحي ولكنه مطروف في كل مهرجانات واسم كبير. فهل هذه حالة دارجة في الشعر ولا القبول له توفيق رب العالمين له شيء؟ توفيق رب العالمين له شيء، طريقة تعاملك شيء آخر، يعني تنازلات شيء يعني آخر ثاني. أنا أعترف أني أنا صلف بنحاول وياك النواجذ. أي أنا صلف يعني في تعاملي مع الساحة صلف شوي. ليش بعلمك ليش أكون أنا صلف؟ أنا ممكن في حاجات تقبل من غيري أنا ما تقبل مني. أنا ممكن يوم بديت في الإعلام وأنا رجل تجربتي 20 سنة كبير في السن شوي،
ما عاد يقبل مني التنازلات اللي تقبل من الشباب اللي توهم عمارهم 18 20. يعني عاد يكلم ابو محسن، كلمه ثاني تكفى، شوف لي حط لي يمين. انا ممكن اللي انا اكلمه شخص واحد بس، وبعد وانا على استحياء، على استحياء. ما احب اني في ناس الان ما يسمع انه في خبر، في مهرجان، في امسيه، في مسابقه، اللي يقوم الدنيا ويدخل فيها حتى مشايخ ويدخل فيها يعني وسائط عشان يدخل هذا. مو من حقه انه يبحث عن نفسه. من حقه، ما اقدر اقول ما هو من حقه، لان انا اشوف انه انت مثل يعني الشاعر عنده بضاعه. نعم. عنده بضاعه بيروج لها. من حقه، نعم من حقه. مثل ما يروج الواحد في التويتر صحيح. وسناب وغيره، يروح يروج هالمهرجانات. غد تكون المهرجان مو منتبه. صحيح. وغد يعني انا اذكر ان في شعراء يعني في ايام على فبراير كانوا يدخلون على فبراير يعني بالضغط، يعني وانت ما في مكان مشروع في العالم الا في 2 3 لازم تدخلهم، اقل شيء تعطيهم فرصه. فتدخلهم بالفرصه، تمنحهم الفرصه، نجحوا وصاروا نجوم. شوف الفرصه اللي استغلوها هذه سوتهم نجوم كبار. شوف الان ممكن اللي ساهم في قلة جودة الشعر وقلة متابعينه السوشيال ميديا والمشاهير اللي يعني طلعوا في السوشيال ميديا بعيدين عن الشعر، فأخذوا الجمهور، خذوا الجمهور. أنا بتكلم عن السوشيال ميديا وعن الشعراء اللي طلعوا من إطار الشعر، ولكن بعد ما أسمع قصيدة. تنفس الورد الأغلى من عن العين غاب، تنفس الورد الأغلى من عن العين غاب، على هوى كل نسمة عابرة من مغيب، لعسعس الليل يا صدري وطاح العتاب من عين اللي من البارح فقد الهذيب. الشعر صفق جناحينه لعينك وذاب، لعاد تسأل عن إحساسي وش اللي يجيب، بعانق الغيم واطرد بالسراب السراب وهز من فارعات الطول، خضر العسيب أحيان ودي أفضفض للسماء والسحاب، محتاج أسولف عن أوجاعي شيء غريب، تبت يدين الشعور اللي ما يجبر مصاب، وتبت يدين الحبيب اللي ما يجبر حبيب. يعني تبت يدين الحبيب اللي نساله حبيب. أحيان أحيان مثل الجرح يطاب، وأحيان يبطي وجعها لو تعدت. ما بيها تروح عندك في التلفون، طلع. أحس ما فيه جرح مثل جرح يطاب، وأظن شيء على بالي عسى ما يخيب، جروح يبطي وجعها لو تعدت عذاب، وجروح يضرب عليها لو تمادت صليب. صرت أتحايل على الضحكة ونجحت صواب، يا قلبي اللي على رجوة متى تطيب، يا قلبي اللي على رجوة متى تطيب، يا سيدي والطعون اللي بصدري شباب، ما عاد تلقى على رهن الإشارة لبيب، ما كل دعوة على قيد السهر تستجاب، لكن ظنا وراء خيب الليالي يصيب، إن كان تاخذ على الصدة من الله الثواب، سجل معك واحد أكثر من سنة مستصيب، مدري متى ينفتح للبوح معنا وباب، مشاعري كل ما تحضر عشانك تغيب، على كثر ما تمنيتك رحش بغياب، ما عاد لك حظ في الطيب ولا لك نصيب. الله الله الله، ما عاد لك حظ في الطيب ولا لك نصيب. جميل. أحيانا الجمال ما نحبه ينقطع، لذلك نقول يعني سعدين نحط موسيقى لنص ساعة ولكن نسمع. جميل يا محسن في حضورك، جميل في إبداعاتك. محسن، تشوف إنك نساحة ظلمتك ولا ظلمت نفسك؟ والله كلها. لا ما في كلها، في شيء. هل سعيت جاد أو انتظرت الساحة تدق عليك الباب؟ يعني شوف، قبل ممكن أنا ما سعيت، لكن المرحلة الحالية كل الساعة تعرف محسن قاضي. يعني إذا أنت عندك منصة إعلامية أو عندك مثلا مسابقة وأنت تدق علي وتاخذ رأيي في قصايدك، ولما يجي مهرجان ولا يجي شيء تهمشني،
يعني يمكن رأيك صلف محسن شوي لا شديد، لا تاخذه طيب. عنيد، لا تاخذه عنيد في بيت قاسي، في بيت دائما استخدمه مسم. سعد علوش يقول العيب ما هي صدتك، لكن العيب انك تقلدني ولا تعترف لي. يعني في اشكاليه، اذا انت تاخذ رايي في كل صغيره وكبيره، لكن ما تدخلني معك في مجال او ما تجعلني شريك حتى لو كان مو بدورك في ادوار اخرى. يعني الان في يعني من الاشياء السيئه اللي في حياتي، ان شاء الله انها ما هي محط الندم، واحاول اني ابعد عن مساله هاجس الندم. انه انا شاركت في مسابقات خلف الكواليس، شاركت في اعداد برامج خلف الكواليس. يعني لكن الى متى؟ قنوات شعبيه ايه اعد كانوا يستشيرونك، كنت تعد برامج لكن ما لك اسم على الشاشه ولا لي اسم على الشاشه، ومجرد. وكذلك يعني تستشار في شعراء يعني يوصلون مراحل نهائيه للمسابقات. صحيح. وغد يعني تنسف القصيده وتعيد ترتيبها من جديد. صحيح. وكذلك ما يقول شكرا، وقد تساعد آخرين ولا يقول لك شكرا. فهل محسن تشوف أنه يعني صارت شكرا ثقيلة على؟ والله يا ابن الحلال، أنا لو باخذ هذا الموضوع كهاجس إشكالية. شوف، ترى سقف الطموح العالي متعب يا خالد، متعب. إذا كان عندك سقف طموح عالي يكون متعب، لأنك إذا ما وصلت له ممكن تنكسر. فدائما أقول أنه خل واحد يكون سقف طموحه أقل، حتى إذا وصل إلى سقف عالي يكون مرتاح. يمكن القدرات اللي داخلك هي تدفعك أن يكون سقفك هذا، القدرات اللي تشوفها مو موجودة عند أحد في إيه، بس إذا ما وصلت له تنكسر ترى. وليش تنكسر؟ يعني الطموح عمر الإنسان يسعى، ما يعلم متى حظه. صحيح. يعني سعد بن جدلان رغم كل هالتجربة في الأخير يعني سعد بن جدلان بعد فترة، يعني سعد سنوات لو تسأل الشعراء ما يدرون منه سعد بن جدلان، بعدين صار هو الرمز اللي يحتذى فيه في ساحة. إيه، بس وش الفائدة دائما إذا جاني الشيء متأخر؟ إذا جاك متأخر يعني وش الفائدة؟ يعني شوف دائما الأولات الروابح والأشياء في بواكيرها. يعني الأشياء اللي تجيك حتى المادة لما تجيك وأنت رجل مداهم بالأمراض، مداهم بالشيخوخة، ترى ما عاد تستفيد منها. يعني المال إذا ما جاك وأنت في قمة عطائك وقمة قوتك والشهرة والأمور هذه، لأن الشهرة أصلا جاه. تشوف إنه يعني صراحتك ومصداقيتك مزعجة جدا. تشوف إن هناك من يعني يخاف الاحتكاك محسن، خوف يقول له كل اللي قاعد تسوي غلط. شوف، بقول لك حاجة، ترى أحيانا الواحد لما يتكلم عن نفسه يفسد لذة اللقاء أو يفسد الأشياء. بس هي أشياء تشوفها. لكن أنا أشوف إن في ناس يتمنون أمنية إنه محسن يثني، لكن الثناء من عند محسن ترى صعب جدا. فيتحاملون لأنه ما حصل. ترفض الدبلوماسية؟ لا، ما أرفضها، لكن لا في الشعر ولا في ما أحب. شوف، حتى أنا لما ما تعجبني القصيدة، إذا أنا بأكون لطيف مع الشخص أوجه له رسالة إن قصيدتك ترى ما عجبتني. طيب شو رسالتك الأخيرة عشان نسمع نص رسالة؟ ودي تقدم رسالة، ودي تقول يعني قول لي في قلبك، قول لي تبي. والله شوف، الرسالة اللي أنا بوجهها بالنسبة للشعراء اللي متقدمين على مسابقات، استشر، لا تأخذك العزة بالإثم، لأنه فيه قصائد أصلا، وإذا استشرت لك واحد وثقة خذ الكلام اللي يقوله، لأنه في نصوص للأمانة قدمت على مسارح وتمثل الشعر وتكون غلط لأنه صاحبها ما استشار، لأنه ممكن جمهور ممكن. شكرا لرسالتك السامية، خلنا نسمعنا. أنا خفت من الغلط، معني من أول أكون يعني حافظ قصائدي عن ظهر. عندنا دقيقتين نبي نسمع فيها القصيدة. طيب، يقول تداحم المزن واغتال السحاب الهدب، والحزن عم القمر فيها بطرف خجول، وتكاشف البرق للبيدة ولا حلها من صدري اللي تلوى في رقبة الذلول. عظيم في كل حاجة، في حتى التعب طولت بالي عليها وكل ماله يطول، من حادية الدمع والضيد زال صلف المهب اللي تمر بك في الساعة على 4 فصول. لا عاد تسأل وش اللي من ضلوعي نهب، خلى المقادير للشدة عساها تزول. جرح برى الحال من حاله وجرح التهب، حتى أني أصبحت أشوفه في عيون العذول. من سادة القوم ياخذني على أعظم نسب، وتخيل كل ما طاحت من العقد لول.
شعوري اللي كسر خاطر شعور العتب، محتاج له نية بيضاء ومسحة رسول، ودي بحبسه عن العالم وذا الله كتب، ليت الجمادات تستوعب كلام العقول، اللي مصبه من الوادي مصب الذهب، واللي نزوله من الغيمة نزول الثعول، هو ليه يستغرب اللي ما يطول العنب، والناس تدري عن الحجة وش اللي تقول. الله الله الله، جميل يا حسين. أنا سعدت في لقائك، سعدت في صراحتك، يعني أسعدني هذا الحوار جدا المثري يعني للعقل ويعني والتوجيه السليم. شكرا لك على وجودك معنا في دولة الكويت وفي برنامج أمسياتنا وفي إذاعة الكويت. أنا أشكر حضورك وأشكر تواجدك. الله يحفظك. الله يسلمك. يهزك الشوق لو قلبك تناساني، يجيبك الوقت وتلقاني على خبرك، مهما